بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف حديثنا ضمن السلسلة الخاصة بالأجهزة الطبية. الحقيقة اتكلم النهارده عن موضوع في غاية الأهمية، والحقيقة برضو كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في ضمن عنصر من عناصر حلقة من الحلقات، بس الفترة الأخيرة أكتر من حد سألني في الموضوع ده، فعشان كده حبيت أخصصه بحلقة خاصة. الموضوع ببساطة خاص بكيفية اختيار جهاز السكر، ازاي اختار جهاز السكر المناسب بالنسبة لي. لان الحقيقه في اجهزه سكر في السوق مش دقيقه، رغم ان شرائحها مثلا متوفره في السوق سعرها كويس بس مش دقيقه. في برضو في شرائح ممتازه جدا قياساتها دقيقه جدا لكن شرائحها مش متوفره او حتى شرائحها عاليه شويه. فعشان كده هنتكلم النهارده عن كيفيه اختيار جهاز السكر بشكل صحيح. عشان اختار جهاز السكر بشكل صحيح لازم اراعي مجموعه اعتبارات او احتكم لمجموعه من المعايير ممثله في التالي. رقم واحد، يكون الجهاز قياساته دقيقه، يكون فعلا قياساته دقيقه. رقم اتنين، تكون شرائحه متوفره، الجهاز ده شرائحه متوفره في السوق. رقم تلاته، تكون شرائحه رخيصه. فالثلاث معايير دول اللي بحتكم اليهم في اختيار جهاز السكر. ايه الفايده جهاز اختار مثلا جهاز سكر قياسه دقيق جدا بس شرائحه عاليه او مش متوفره؟ وايه الفايده كمان اختار جهاز سكر مثلا شرائحه متوفره وسعرها كويس خالص بس قياساته مش دقيقه؟ فعشان اخلص من الموضوع ده او عشان معنى ادق اختار بشكل صحيح لازم احتكم الثلاث معايير دول. يعني عندي مثلا جهاز سكر اكوا تشيك اكتف، الجهاز ده بصراحه قياساته ممتازه جدا بس للاسف الفتره الاخيره شرائحه بدات يعني تختفي من السوق، كمان موجوده بسعر عالي شويه. طب عشان برضو نطلع من الحلقه يعني بفايده، ارشح لكم بعض اجهزه السكر اللي في الحقيقه يعني قياساتها دقيقه وكمان سعرها برضو الى حد كبير كويس وكمان متوفره في السوق. عندي جهاز مثلا رقم واحد اونكول بلس، الجهاز ده كويس وكمان شرائحه متوفره وشرائحه برضو كويسه سعرها كويس خالص. رقم اتنين عندي جهاز مثلا جلوكو دكتور حقيقة برضو جهاز كويس وشرائحه إلى حد ما كويسة أو معنى صح سعرها كويس. رقم تلاتة عندي مثلا جهاز بيرفكتا برضو الإيطالي، جهاز برضو ما شاء الله بالله، جهاز قياسه دقيقة وشرائحه برضو متوفرة. كان عندي قبل كده جهاز ماتش ده بصراحة كان جهاز دقيق جدا جدا وما زال، بس الإشكالية اللي طرأت عليه الفترة الأخيرة إن برضو الشرائح برضو بدأت تشح من السوق وسعرها رفع شوية. بكده نبقى عرفنا ازاي اختار جهاز السكر بشكل مناسب. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.